كابلز كتير بيشتكوا من تصرفات شريك حياتهم. بنسمعهم بيقولوا جمل زي بيطلعوا أسوأ ما فيا، هو اللي استفزني، هي اللي خلتني أعمل فيها كده، وغيرها من الجمل اللي بيرمي فيها الشريك مسؤولية تصرفه على الطرف الآخر أو على أي شخص تاني. طريقة التفكير دي بتخلينا نستقبل الحياة كأننا مفعول به، مش إننا فاعل. تصرفاتنا بالطريقة دي بتبقى نتاج لتصرفات الآخر، وكأننا مراية بنعكس فيها تصرفات الآخر، بنبقى رد فعل لأفعالهم، مش بنبقى نفسنا. وغالبا بنلاقي نفسنا بعد فترة من التصرفات بالطريقة دي في حتة تانية خالص غير اللي كنا نتمنى ان احنا نروح ليها. وبالرغم من اننا بنبقى في حتة مش مبسوطين منها، مش بنبقى عارفين نغيرها ولا قادرين نخرج منها. بنحس بالعجز وكأننا مشلولين، وبنبتدي نشوف نفسنا كأننا ضحية للأقدار والظروف وللناس. قلنا قبل كده في حلقات سابقة إن الأفكار بتتحول لمشاعر، والمشاعر بتتحول لتصرفات. لما فكرتنا عن نفسنا تبقى إننا ضحية للظروف وإننا مفيش في إيدينا حاجة نقدر نعملها، فالفكرة دي هتتحول لمشاعر جوانا من نوعية اليأس، شعور بالعجز. طيب، وهذا الشعور هيتحول لتصرفات زي ما بنقول. التصرف اللي هيبقى في الحالة دي هيبقى من نوعية الاستسلام، عدم المشاركة في القرارات، لأننا هنلاقي نفسنا بنقول ما كده كده اللي هيحصل هيحصل، زي قلتها ملوش لازمة المشاركة، وغيرها من الأفكار اللي هنفضل نقولها لنفسنا هتولد جوانا مشاعر، هتتحول المشاعر دي لتصرفات. طريقة التفكير اللي بنفكر بيها بتبقى شغالة في عقلنا اللاواعي أو العقل الباطن زي ما بنحب نقول، وده معناه إن إحنا ما بنبقاش واعيين بيها ولا بنبقى أوير إن هي شغالة معانا. طريقة التفكير اللي بتعتمد على اتيتيود الضحية أو على دور أو لعب دور الضحية بتضر صاحبها جدا، وبيبقى لها تأثير سلبي جدا على العلاقات. يعني الشريك اللي بيفكر بالطريقة دي هيبقى سلبي، غير مشارك، غير متفاعل، مستسلم، وبيرمي مسؤولية الأفعال أو القرارات على شريك حياته أو شريكة حياته. طيب، ودلوقتي بعد ما استعرضنا المشكلة، تعالوا بينا نشوف الحلول اللي احنا ممكن نعملها، سواء كان شريك حياتنا بيفكر بالطريقة دي أو احنا اللي بنفكر بالأسلوب ده. لكن قبل ما نروح للحلول، لو كنت عزيزي المتابع لسه ما عملتلناش اشتراك في القناة، فبفكرك تعمل لنا اشتراك، تفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل الجديد وتقدر تتابع اللي احنا هنقدمه لك. ولو كلامنا فكرك بحد ولقيت صورته في الكلام اللي احنا بنقوله، فياريت توصل له الكلام ده من خلال اللايك والشير. ودلوقتي يلا بينا نشوف الحلول. طيب، أول حل واللي دايما بنقوله في كل الفيديوهات بتاعتنا، أرجوك استشير متخصص. المتخصص بيبقى دارس طرق التفكير المختلفة، عارف يقدر يساعدك ازاي تغير من طريقة التفكير بتاعتك أو من طريقة التفكير بتاع شريكك، تعرف تؤثر فيها ازاي، بيبقى عارف ايه الفروقات ما بين كل طريقة تفكير والتانية، وامتى طريقة التفكير دي بتبقى أنسب من طريقة أخرى. ولو شريك الحياة مش عايز يروح للمتخصص، المتخصص هيقدر يساعدك ازاي تؤثر في شريكة حياتك او ازاي تؤثري في شريك حياتك، تقولوا ايه وما تقولوش ايه، بحيث ان احنا نقدر نجيب نتيجة ونغير طريقة التفكير بتاعته. تاني حاجة محتاجين نعملها ان احنا نتكلم مع شريك الحياة بتاعنا وناخد وقتنا في اقناعه بعيوب الطريقة اللي بيستخدمها، الطريقة اللي مش بتخليه يوصل لأهدافه لأنه مستسلم، ولأن مفيش عنده غير أسلوب واحد في التفكير بيستخدمه، فلو ما نجحش الأسلوب ده بينسحب. طبعا مش محتاج أفكرك عزيزي المتابع إن لما بنيجي نتكلم مع شريك محتاجين نتجنب الانتقادات، الهجوم، الصح والغلط، وكل الطرق اللي ما بتنجحش غير إنها تطلع من الشريك المقاومة والرفض للكلام اللي إحنا بنقوله. تالت حاجة محتاجين نعملها مع الشريك اللي بيفكر بالطريقة دي إننا نشجعه ياخد قرارات وما ناخدهاش إحنا بالنيابة عنه. طبعا ده يتعمل بالتدريج، مش خبط لزق كده زي ما بنقول، لكن بنتدرج مع الشريك من قرارات بسيطة لقرارات أعمق، ونربط له القرارات الكويسة اللي هو أخدها بالنتائج الكويسة اللي اتحققت على أرض الواقع، فنقدر نخليه عنده ثقة أكبر في اتخاذ القرار وخوف أقل في المستقبل. وبكده عزيزي المتابع نبقى وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. لو عجبتك الحلقة ياريت تدوس لايك وتقول لنا في الكومنتس بيلو ايه الحاجات بالظبط اللي عجبتك، وياريت لو عندك قصة مشابهة تشاركنا بيها. لو كانت الحلقة دي ما عجبتكش ياريت تكتب لنا برضو في الكومنتس ايه بالظبط اللي ما عجبكش وايه تحديدا اللي محتاج ان احنا نغيره، ونحاول ان احنا نعمل على ارضائكم.